كل ما هو جديد عن نادي الزمالك واخبار نادي الزمالك. خلينا نتكلم اول حاجه كده ان في غموض في نادي الزمالك. في حوار الاجانب كده مش مريحنا اقسم بالله. يعني الوحيد اللي جه بيقول لك بنتاج انضم خلاص للفريق، هتلاقي الدباغ انضم للفريق، هتلاقي مثلا واحد زي بزيرة. موضوع غامض كده. اللاعب ما كانش عاوز يجي، في مستحقات للوكيل، طب النادي خلصها، حسين السيد خلصها، الفلوس وصلت، طب اللاعب هيجي يوم التلات ولا مش هيجي بكره؟ في اخبار كده يعني من النادي الاهلي. بتوع النادي الاهلي هم اللي بيقولوا، لجان النادي الاهلي بيقول لك ان بزيرة مش عاوز يرجع، وجاي له عرض من النادي اللي هو الشباب الدبي دوت، وجاي له فيه 6 مليون دولار، واللاعب عاوز يروح. والنهارده ابوه عمل لايك وما عملش لايك، والكلام من ده في غموض كده في حوار الاجانب بتاع نادي الزمالك، وبالذات بزارة نجم الفريق. برضو شيكو بينزل النهارده بيقول لك هيتاخر ومش هيجي للتدريبات بتاعت يعني يوم التلات. كان بيقول لك في اخبار طلع كده بيقول لك انه يوم التلات خلاص شيكو بينزل هيجي نادي الزمالك وهيكون متواجد وبتاع. قال لك لا مش هيكون متواجد، اللاعب عاوز يعمل اقامه الوقت ويخلص برضو ايه حاجات ورق ليه في البرتغال في لشبونه، وهيجي يوم 7 او يوم 8 او يوم 9 اغسطس لنادي الزمالك وهينضم للتدريبات. فموضوع بوزارة وشيكو بينزا كده قلقني. في حاجة أنا مش عارف، النادي مش واضح، واخبار من النادي الاهلي كده بيرموا كلام انا مش عارف ده الكلام ده حقيقه ولا لا. خلاص عبد الله السعيد هينضم برضك للفريق، خلاص هيجي من بكره من الاجازه اللي كان فيها في اليونان مع محمد صلاح. كان في صوره كده نزلت هو ومحمد صلاح، فاهمني؟ ومضايقني برضو فكره انه اتاخر وان نتفاجئ بالموضوع. يعني هو مش شايف ان جون ادوارد مشى وان الزمالك بقاله من 3 4 ايام بيقول لك خلاص المعسكر هيبدا؟ كان في الاول بيقولوا يوم الجمعه وخلاص هيبدا يوم السبت، يقول لك انا اتفاجئت وانا ما اعرفش طلب الاذن. ما كلام مش منطقي. احنا بنحبك يا عم عبد الله وراجل وكل حاجه، وعارفين ان انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك بزياده، بس مش للدرجات. يعني ايه اتفاجئت؟ ما انا مش فاهم ايه اتفاجئت ديت، انا مش عارف فيها ايه. خلينا نتكلم بقى على موضوع برضو سيف الجزيري. النهارده خلاص الزمالك فسخ التعاقد بالتراضي بينه وبين سيف الجزيري، كان في كلام كتير انه رجع خلاص. خلينا نتكلم على الموضوع ده باختصار كده. ان الزمالك ايام جون ادوارد كان مش مقتنع بسيف الجزيري، وجون ادوارد كان بلغ خلاص سيف الجزيري ان هو مشى. لما جون ادوارد مشى من نادي الزمالك، سيف الجزيري اتبلغ انه يجي بقى عشان يخش في المعسكر، وان هو مستمر مع نادي الزمالك. دخل المعسكر يومين ثلاثة، والنهارده الزمالك بيقول له مع السلامة. ما كمل اول. ليه الحوارات في نادي الزمالك؟ انا مش عارف ليه الحوار. اللاعب يمشي ويجي، اللاعب يمشي ويجي، اللاعب يمشي ويجي، اللاعب يمشي ويجي. النهارده الزمالك برضو بيخلص موضوع صلاح مصدق ويدفع القسط التاني 400 ألف دولار. ودي اللي كان اتفاق، الزمالك كان دفع أول قسط وتاني قسط، والنادي عاوز يخلص المشاكل والقواضي اللي عليه عشان نشوف الدنيا كده قدامنا المرة الجاية. كان الزمالك برضو بيتكلموا على موضوع الأرض. الأرض وإن في شركة هتبني الاستاد، في شركة كولومبية. نادي الزمالك يعني طلع وقال لك إن الموضوع ده كان من زمان، من أغسطس اللي فات 2025 أيام الأرض القديمة. وكان الموضوع انه مش هيبنوا بقى، ان النادي مش ملهوش دعوة بالنادي الفرع الجديد، كان ليه دعوة بس بالاستاد، وان الموضوع ده قديم، وان الزمالك كان مخلص معاهم على الارض القديمة وعامل يعتبر اتفاق مع حق انتفاع 20 سنة، ان الفرقة تاخده مثلا 20 سنة، وان هم يبنوا الاستاد. ودي حاجة هتكون في منتهى الجمال، ان الزمالك يكون عنده استاد باسمه. ده حاجة يعني ايه، تستحق الفخر. وهيتقلل فلوس كتير، وهم برضو هياخدوا فلوس وهيستفادوا لمدة 20 سنة، ويكون بتاعك على المدى البعيد، هيكون بتاعك. وده حصل مع نادي زي الامارات اللي هو نادي الارسنال، ومع كذا حوار. كابتن حسين لبيب برضك مع اول اجتماع ليه واول مقابله ليه بعد ما احنا فزنا بالدوري، ما كانش قابل اللعيبه مع فترة الإعداد اللي بدأت خلاص لنادي الزمالك في العاصمة الإدارية الجديدة. كان اجتمع مع اللعيبة ووعدهم إن هو هيديلهم جزء من مستحقاتهم. بيقول لك خلاص الزمالك خلاص هيدي للعيبة 25% من مستحقاتهم المتأخرة، وإن الزمالك هيحاول قبل بداية الموسم إن يديلهم أكبر جزء ممكن من فلوسهم والحاجات اللي ناقصة على نادي الزمالك. وشكرهم على الموسم اللي فات، وقال لهم من اهم الحاجات بتاعت الموسم ده ومن اهم اهداف الموسم دوت هيكون ايه بقى، بطولة افريقيا لنادي الزمالك. كده هنتكلم